نقاش داير على السوشيال ميديا خاص بالأهلي والهلال مقارنة ما بين الأهلي والهلال. إنه ليه الأهلي ما حققش اللي محققه الهلال. خلينا كده نفسر الموضوع كده ونفصصه مع بعض. أولا، الإشادة بطرف لا ينبغي إن هي يكون فيها تقليل من الطرف الآخر، يعني وده بشكل عام. يعني دي حاجه انا بكلمكم على ملاحظه بشكل عام، ان انت مثلا عشان تقول ابراهيم كويس لازم حسين يبقى وحش، حسين جامد يبقى ابراهيم منال ب 60 نيله. ما ملهاش علاقه، ما ممكن الاثنين يبقوا كويسين بس واحد اكوس من الثاني، واحد احسن من الثاني. وفي الاول وفي الاخر لو جينا بقى اتكلمنا يعني ده مبدا عام، لو جينا بقى رجعنا على وطبقنا المبدا ده على الكوره او على البطوله او على الهلال والاهلي، فهو في فارق ما بين الهلال وما بين الاهلي. خلاص، فارق على القيمة التسويقية. مثلا الهلال 160 مليون يورو، الاهلي 43، فانت بتتكلم تقريبا في 4 اضعاف. الهلال فيه قايمة مدججة بمحترفين مش محترفين، يعني ايه، في احيانا كثيرة او في ازمنة سابقة كان المحترفين اللي بيروحوا الخليج بيبقى خلاص في نهايه مشواره. يعني باتيستوتا مثلا بيروح العربي القطري هو خلاص بيفنش في اخر 3 ايام في المشوار بتاعه، وهكذا. دلوقتي السعوديه بقى بتجيب اللعيبه في عز عزهم، فهتلاقي اسماء زي مالكم، تلاقي اسماء زي متروفيتش، تلاقي اسماء زي ياسين بونو، تلاقي اسماء زي روبن نيفيز، هتلاقي اسماء، لا يعني كانسيلو، كوليبالي، اسماء كان بيتصارع عليها اكبر انديه العالم، فالهلال جابهم. فانت بتتكلم على كواليتي نمره واحد، يعني كواليتي يعني مش اللي هو حد جاي بيفنش كارير، لا ده حد لسه في عز كاريره. ده يخلينا نشوف او نقدر اللي بيعمله الهلال جدا ونفتخر بيه كعرب، زي ما كده كنا بنفتخر بالمغرب لما كانت في كاس عالم. ولكن امكانيات الهلال تسمح لمشجعيه وتسمح لنا ان احنا نتوقع منه انه يروح لمنطقه في البطوله ابعد من الاهلي، لان الامكانيات اللي موجوده معاه على الورق اعلى من الاهلي. الملعب ليه كلام تاني، يعني مثلا ممكن الهلال نفسه اهو يلاعب الاهلي على الورق. لو جيت حطيت قيمه تسويقيه لعيبه ضد لعيبه، باك يمين قدام باك يمين، باك شمال قدام باك شمال، حارس قدام حارس، فيرود قدام فيرود، هتلاقي الكفه بتاعت الهلال اكتر، تطب اكتر، اقوى. ولكن في الملعب وارد ان الاهلي يلاعب الهلال فيكسب الهلال زي ما عمل قبل كده. ما كانش الهلال بنفس القدر من المحترفين الجامدين قوي دول، بس وارد في ماتش يحصل كده مع الروح، مع الجمهور، مع تلاقي الاهلي كسب. لكن ده هيبقى مخالف للمعطيات النظريه اللي على الورق اللي بتقول ان الهلال اقوى، وده يخليك تشوف انه الهلال اللي هو عامله ده، مش هقول لك انه طبيعي، لان بالتاكيد لما تيجي تقارن برضه القيمه التسويقيه للهلال بالقيمه التسويقيه لمانشستر سيتي، لا، ما انت هتلاقي مانشستر سيتي اضعاف الهلال. فمش منطقي ان الهلال يكسب مانشستر سيتي. عشان كده لما كسب مانشستر سيتي ايه اللي حصل؟ بقت مفاجاه، الناس كانت بتتكلم عنها، وبقى كل الناس محتفيه بالهلال، وبقى كل الناس شايفه ان الهلال ده مصدر فخر للكره العربيه، انه يقدر يكسب مانشستر سيتي، لانه حقق حاجه غير اعتياديه، حاجه استثنائيه، ما هواش الطبيعيه، ما هواش بيلعب فريق اقل منه او في مستواه، ده فريق اكتر منه واجمد منه، بطل الدوري الانجليزي، فتفوق عليه بالرغم من الفوارق الماديه والفوارق الفنيه. تمام. لكن لما تيجي تبص على هلال واهلي، مين اللي المفروض على الورق يروح ابعد؟ لا طبعا الهلال، كقايمه، كاسماء. وده لا ينفي انه في وجهه نظري انا الشخصيه ان الاهلي كان قادر انه يروح ابعد من النقطه اللي هو وصل لها. يعني انا في وجهه نظري ان الاهلي بالنسبه له، لو انت هتقول لي طب انت بالنسبه لك النجاح للاهلي كان يروح فين، او قائمه الاهلي دي كانت توديه فين، انا شايف ان قائمه الاهلي دي كانت تطلعه تاني في مجموعته، يوصل دور ال 16. ساعتها كنت هقول ان الاهلي كده عمل التوقعات المطلوبه منه، واكتر من كده هيبقى استثناء. لكن الاهلي بالسيناريو حتى اللي لعب بيه الماتشات،
بانه لعب بورتو في الاخر وقبليه بالميراس وقبليه انتر ميامي. لا انا شايف الاهلي كان يطلع تاني. اهلي ماتش انتر ميامي ده كان هو مفتاح البطوله. اهلي لو كان كسب الماتش ده وكان قادر انه يكسب الماتش ده، اهلي كان عادي جدا لو كان كسب انتر ميامي بالتعادل مع بورتو كان يوصل تاني في المجموعه دي. ده كان شيء سهل جدا يعني. ولكن احترامنا للهلال وتقديرنا للهلال وتشجيعنا للهلال وحفاوتنا بالهلال لا ينبغي ان هي تبقى فيها على الجانب الاخر تقليل من الاهلي. لا هو الناس كانت متوقعه من الاهلي احسن من كده، خاصه بالسيناريو بتاع الماتشات زي ما كنت لسه بتكلم معاكم، وكانت منتظره من الاهلي احسن من كده. ولكن على الورق لا، الهلال طبعا يروح ابعد من الاهلي، وده مش تقليل من الاهلي، بس هي بتتكلم في امكانيات. ما هو انت النهارده يا جماعه انت عندك لودي باك شمال، كوليبالي مساك، كانسيلو باك يمين، روبن نيفيز خط وسط، ميلينكوفيتش خط وسط اللي هو سافيتش، متروفيتش ومالكوم فراوده، ده غير ليوناردو وكايو سيزر، بس ياسين بونو. فانت لا، انت بتتكلم على فرقه نخبه من لعيبه مميزه جدا في دوريات اوروبيه مختلفه، من دوري اسباني لدوري انجليزي. ليه جبتهم حطيتهم في الهلال. ده غير بقى طبعا لعيبه الهلال الجامده مثلا زي سالم الدوسري اللي كان مصاب بس ما لعبش، فمشارك في اول اللقاءات لكن اخر ماتش ده ما لعبش. فعشان كده الهلال على الورق اقوى، على الورق اكثر اكتمالا، وبالتالي تبقى متوقع منه انه يروح ابعد من الاهلي. ولكن مفيش شك ان فوز الهلال على مانشستر سيتي هي مفاجاه تنم عن قوه فريق الهلال. زي ما بقول لك، زي ما اضرب لك مثلا كده، مثلا ايه، ان بكل الكلام اللي انا بقوله لك ده اللي هو كلام نظري على الورق، الهلال مثلا لاعب الاهلي في بطوله، اي بطوله، ماتش النخبه السعودي المصري، تمام، هتقول لي ممكن، طب ما هو بالمنظر ده بقى الهلال يمسك الاهلي يفرمه. ممكن. طب ممكن الاهلي يمسك الهلال يفرمه؟ برضه ممكن. ليه؟ لان دي كوره. ما هو ده حلاوه الكوره. ما هو لو الكوره كيمياء هتحط مش عارف الجزيء ده مع الجزيء ده يطلع لك، ما خلاص ما كانش يبقى فيها متعه. لكن ليه بيبقى فيها متعه وفيها جمهور وده بيروح يشجع وده عنده امل وده عنده، لانه الكوره فيها كل حاجه. زي ما قبل كده الهلال كان عنده محترفين مش بنفس القوه، والاهلي برضو كان عنده لعيبه مش بنفس اللعيبه اللي كانت موجوده دلوقتي، او الاسماء اللي موجوده دلوقتي كانت اقل، والاهلي كسب الهلال 4. لان في معطيات ماتش بقى. انا بلعب في جده هلاقي الاستاد ده متقفل مصريين، هلاقي لعيبه الاهلي نازله بقى بالحماسه اللي بتبقى في ماتشات مصر والسعوديه على مستوى المنتخبات، او الانديه المصريه والانديه السعوديه على مستوى الانديه. هتلاقي في جز وفي لا انا اللي احسن، لا انت اللي احسن، لا. فهتلاقي استثاره نفسيه لعيبه الاهلي، فممكن ينزل يكسب. لكن معطيات نظريه في الكوره، لا الهلال اقوى، وزي ما كنت بقول لكم 160 مليون يورو قيمه تسويقيه، الاهلي 44 43 وشويه يعني. فالاهلي قدم بطوله متوسطه، ما اقدرش اقول لك عليها مميزه وما اقدرش اقول لك عليها سيئه. قدم بطوله متوسطه، كان في الامكان افضل مما كان يقدر الاهلي يكون في مستوى افضل من ده. وبشوف ان هو ماتش انتر ميامي، الماتش ده كان هو اللي هيصنع الفارق ويشكل الفارق في مشوار الاهلي في هذه البطوله. على الجانب الاخر الهلال مقدم مشوار ومسيره وبطوله مش مميزه، هي حتى الان استثنائيه. ان انت تلعب ريال مدريد تتعادل معاه وتكسب باتشوكا وتتعادل مع ريد بول سالزبورج وتكسب مانشستر سيتي، لا انت عامل بطوله اعجازيه استثنائيه. ليه؟ طبقا للمعطيات اللي انا كنت لسه باسس عليها كلامي، ان على الورق ريال مدريد يكسب الهلال، تتعادل مع سالزبورج، تكسب باتشوكا، ده وارد، تخسر من مانشستر سيتي. ورقه وقلم، لو مسكت كده حطيت قوه قدام قوه، امكانيات قدام امكانيات، الهلال لا يتعادل مع ريال مدريد ولا يكسب مانشستر سيتي. لكن انه يتعادل ويكسب، هنا انت تقول عليه فريق عامل بطوله استثنائيه اعجازيه نفتخر بيها كلنا ويفتخر بيها جمهور الزعيم الهلالي. خلصت حلقتنا النهارده من كوره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله بقى يوم الاحد على الف خير في نفس الميعاد على الراديو 90 ودايما هواها مصر.